خسرت مليون جنيه وانا عندي 25 سنة. والرقم ده وقتها كان بالنسبة لي كبير جدا وقادر ان هو يعمل لي مشاكل كبيرة في حياتي، وبالفعل عمل لي مشاكل كبيرة في حياتي. ولكن كان عندي القدرة ان انا لو كنت اتبعت رسالة من الرسائل اللي بيبعتها لنا ربنا علشان نعيش حياتنا بشكل افضل، كان من الممكن ان انا ما اقعش في المطب ده او في المشكلة دي. والرسالة دي بتساعد اي حد عنده بيزنس، اي حد بيعمل حاجة، موجود في تجارة، بيتعامل مع الناس معاملات مالية بشكل معين. لو خلى باله منها هتجنبه حاجات كتير. والآية دي بتقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لو في دين بينك وبين حد مهما كان قربه ايه ليك، محتاج ان انت تعمل بنصيحة ربنا. وخصوصا لو انت بتعمل بيزنس وحابب تكبر في شغلك وعايز تعمل حاجة، خلي دايما كل اتفاقاتك مكتوبة. ودي نصيحة ربنا نصحنا بيها وحطها سنة في الكون، لان دايما الحاجة بتتنسي ايا كان شكل الاتفاق، ايا كان تفاصيله، لو مش مكتوبة بنسبة كبيرة بتتنسي. فخلينا نرجع للأصل ونرجع للمصدر ونفتكر كلام ربنا لينا، وإن هو فكرنا بده ووصانا بده وعلمنا ده. فأنا جاي بس أفكرك وأفكر نفسي بالمعلومة دي، علشان وإنت بتعمل بيزنس، وإنت في علاقاتك، وإنت في أي حاجة، يكون منهجك هو التعاملات اللي وصانا بيها ربنا. الفيديوهات دي سلسلة فيديوهات باسم بصيرة، فيها معلومات بسيطة هدفها تفكرنا ان احنا ممكن نتبع كلام ربنا ونعمل بيزنس كبير، وكمان ننجح في حياتنا ونحقق حاجات اكتر وافضل، سواء على مستوى التجارة، على مستوى البيزنس، على مستوى العلاقات، على كل جوانب حياتك.